السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل معاكم صينية بطاطس بالفراخ. تمام كده. طبعا الفراخ بتاعتنا اول حاجة معانا 4 من الوراك. تمام زي ما انتم شايفين كده. بصوا احنا مقطعين الوراك كده او مفتحين بين الجلد واللحم، بحيث ان شاء الله التتبيله اللي هنعملها تدخل معانا في الوراك فتتبل معانا بسرعه وتتنكه معانا بمده اسرع يعني. تمام كده. يبقى انا معايا 4 من الوراك او على حسب ما انتوا تحبوا. انا الموجود عندي هو الوراك، بس لو انتوا عايزين تعملوا صدور فراخ اعملوها. يبقى انا معايا 4 من الوراك. معانا ان شاء الله للتتبيله معانا بصلايه كبيره متقطعه حتت صغيره عشان هنضربها في الخلاط. معانا قرن فلفل احمر او اخضر اللي موجود عندكم. معانا 5 طماطميات يكونوا حمر كده وحلوين. طيب معانا البهارات، معلقه بهارات اللحمه، معلقه فلفل اسود صغيره، ده كله معالق صغيره، ومعلقه من الكزبره الناشفه، قصدي نص معلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من الملح. ومعانا معلقتين كبار من معجون الطماطم على معجون الفلفل، يعني صلصة طماطم وصلصة الفلفل. ومعانا البطاطس بتاعتنا. بصوا بقى، البطاطس لازم تكون قطع كبيرة تخينة قصدي، عشان الفراخ لما تستوي، لانها الفراخ هتستوي في الفرن مع البطاطس، فما البطاطس ما تتهريش. يبقى بصوا البطاطس دي يا جماعة اللي هي البطاطس الصغيرة. تمام. انا جايبه البطاطس الصغيره وقسمها على 2. انا بس عايزه اجيب لكم بطاطسيه كامله. ايوه انا جايبه البطاطس اللي زي دي بالظبط. تمام، اللي هي الايه الكيلو ونص ب10 يعني بمعنى اصح. وقسموها على 2، بما ان دي صغيره فانا ما قسمتهاش زي دي. تمام. دلوقتي بقى احنا هنحط البطاطس زي ما هي كده بالشكل دوت في الصينيه. اللي عاوز يجيب بطاطس من التانية يجيب اللي هي الكبيره ويقطعها، بس اهم حاجه تكون قطع سميكه. حلو كده. يبقى ده كميه البطاطس معانا تقريبا كيلو بطاطس. طيب وده كل الحاجات بتاعتنا اللي احنا ان شاء الله محتاجينها النهارده. ومعانا الزيت، معانا حوالي فنجان من الزيت. ومعانا الخلاط او الكبه اللي موجود عندكم، لان الحاجات دي هتتضرب في الخلاط ان شاء الله. دلوقتي هنحط كل حاجه في الخلاط، هنحط الطماطم والحاجات دي كلها في الخلاط، وايه هنضربها قدامكم. ودلوقتي معانا في الكبه او في الخلاط يا جماعه. تمام، اللي يفضل عندكم او اللي موجود عندكم اعملوا بيه. هنحط كل الحاجات دي وهنبدا نضربها ان شاء الله لغايه ما تنعم معانا عشان نحطها فين؟ على الفراخ بتاعتنا. وهنحط الزيت وهنحط البهارات. معانا 5 فصوص توم، بس الفصوص التوم دي انا مش هضربها مع الخلطه دي، لا انا هحطها طرنشات كده او شرايح مع الفراخ ان شاء الله. دلوقتي هنضرب التوابل دي كلها او البهارات دي كلها عشان نتبل فيها الفراخ قدامكم. ودلوقتي بعد ما حطينا كل المكونات زي ما انتوا شفتونا كده في الكبه كده، هننزل بيها على الفراخ عشان الفراخ بتاعتنا تتبل شويه قبل ما نحطها في الصينيه اللي هندخلها الفرن بيها. تمام كده. ودلوقتي بعد ما حطينا الخلطه زي ما انتوا شايفين كده، هنسيبها حوالي ساعتين لغايه ما الفراخ تتبل معانا كويس، علشان ايه؟ تتنكه معانا واللحم بتاعها يكون ايه؟ زي المشوي كده ان شاء الله واحنا حاطينها في البطاطس. تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنستنى حوالي ساعتين بس لغايه لما نجهز ان شاء الله. هنعمل رز بشعريه معاها، وهنعمل البصل مع الثوم مع الخلطه اللي احنا هنعملها مع البطاطس لغايه بس ما ايه يفوت حوالي بس ساعتين كده على الفراخ لغايه ما تتنكه، وهنرجع لكم تاني. وبعد مرور ساعتين يا جماعه زي ما انا قلت لكم كده في بدايه الحلقه، طبعا الفراخ بتاعتنا اتبلت معانا كويس زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا مش هنحتاج اي صلصه تاني ولا اي طماطم تاني. انا كنت زودت شويه ميه وانا بضرب الطماطم دي في الخلاط. والبطاطس بتاعتنا معاكم. وادي الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، قطعت فيها بصلتين طرنشات كده زي ما انتم شايفين كده. وبعدين ان شاء الله هنقطع قدامكم عليهم الثوم، حوالي 5 فصوص ثوم زي ما انتم شايفين اهو. وبرضه انا جبت معايا هنا البهارات تاني، جايز نحتاج منهم حاجه. نقطع على البصل زي ما انتم شايفين طرنشات من الثوم. حلو كده. انا ما رضيتش اضرب الثوم في الخلطه علشان ايه؟ يكون لسه فريش وطازه كده. وبعد كده هننزل بالبطاطس بتاعتنا في ارضيه الصينيه كده. تمام. وهنقلب كده اللي هو ايه الفلفل مع الثوم مع البطاطس كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هننزل بالخلطه بتاعتنا اللي احنا كنا عملناها مع الفراخ، يعني اللي هي الطماطم والفلفل والبهارات بتاعتنا. تمام كده. وايه هنظبطهم كده على وش الصينيه.
وده شكل صينيه البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هنحط حوالي نص معلقه كمان من البهارات بتاعه اللحمه او ال7 بهارات، ونص معلقه ملح لان انا ما كترتش. حلو كده. وطبعا الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الفراخ كان فيه شويه من الصلصه، انا حطيت عليهم حوالي كوبايه ميه، وهي هرشها كده اهي على الفراخ علشان ندخلها الفرن. طبعا انا هقول لكم على الفرن هنسيبها تلت ساعه على الرف الوسطاني لغايه بس ما البطاطس تستوي نص سوا من تحت، وبعد كده هنطلعها على الرف الفوقاني تحت الشوايه تاخد كمان حوالي تلت ساعه وبس كده. هي بتقعد حوالي ساعه الا تلت في الفرن. تمام كده. ان شاء الله هنحطها دلوقتي وبعدين هنطلعها ان شاء الله بعد ما تستوي ونقدمها لكم في الاخر. ودلوقتي في حله معانا على البوتاجاز فيها زيت زي ما انتم شايفين، هننزل بالشعريه معانا عشان نطبخ الرز بالشعريه. انا منقعه رز حوالي نص كيلو رز في حله. تمام كده. وهوريه لكم دلوقتي. ودلوقتي حطيت معاكم الشعريه حوالي نص كوبايه شعريه. وطبعا احنا بنحمر لسه معاكم الشعريه زي ما انتم شايفين كده. اول ما تاخد اللون الذهبي معاكم هننزل بالرز عليها على طول، نبدا نشوح فيه لغايه ما حبايه الرز تتغلف بالزيت ان شاء الله. وطبعا بعد ما الشعريه زي ما انتم شايفين كده اخدت اللون البني او الذهبي الحلو دوت، تمام كده، هننزل بالرز عليها عشان الرز نغلفه كله بالزيت اللي هو السخن دوت، فالرزيه تطلع مفلفله. تمام. ان شاء الله وصفه الرز هتعجبكم جدا، على الرغم ان انا عارفه ان انتوا كلكم اشطر مني فيها بامر الله تعالى. بسم الله. ودلوقتي هنحط نص معلقه قصدي صغيره من الملح. تمام. وبعد كده هننزل انا عندي شوربه فراخ بغليها على البوتاجاز عشان احطها. اللي ما عندوش شوربه يا جماعه يحط ميه. تمام كده. اللي ما عندوش شوربه يحط ميه. بس هنستنى بس لغايه ما نشوح الرز شويه بس. دلوقتي بصوا بقى معانا احنا بنحط في الشوربه اهي. شايفين دي شوربه فراخ كانت عندي انا، لما بتبقى معايا شوربه بحطها على طول في الفريزر، بتنفعني كتير يا جماعه لما بكون انا مش طابخه لحمه واعمل بيها حاجه. ودلوقتي بصوا الرز بتاعنا ادي كميه الميه اللي عليه. الميه دي انا مش هكتر اكتر من كده لان انا نقع الرز شويه حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، فمش هيحتاج مني شوربه او ميه كتير. تمام كده. دلوقتي هغطي عليه واسيبه اول ما يتشرب هوطي عليه واقدم لكم الاكل في الاخر. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا معاكم. ادي صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين. بصوا الفراخ والله العظيم زي ما تكون مشويه. صدقوني يا جماعه ريحتها يعني يا ريت كنتوا معانا وكنتوا دقتوها وشفتوها زي ما انا شايفاها وزي ما احنا هندوقها ان شاء الله، وهتكون زي الفل بامر الله. دي كانت صينيه البطاطس بتاعتنا النهارده معاكم. وبرده ان شاء الله هطلع لكم قطعتين من البطاطس عشان تعرفوا ان شاء الله البطاطس استوت والفراخ استوت وزي الفل بامر الله. وده كان الرز بشعريه بتاعنا معاكم كده، تزيين حاجه خفيفه كده على قدنا. يا رب ان شاء الله الحلقه بتاعتنا تعجبكم وتنول على رضاكم. دلوقتي بقى انا هطلع لكم كده بطاطس عشان تشوفوها ان شاء الله وهي مستويه. وادي البطاطس بتاعتنا. بصوا زي ما انتم شايفين. بصوا البطاطس عامله ازاي اهي. انا ولا في طبق ولا في والله انا جبت الطبق جنبي عشان اطلع لكم، بس هي مش مستاهله. بصوا البطاطس دايبه يا جماعه. والفراخ بتاعتنا عامله ازاي. بصوا يعني عشان بس انا اللي بصور والله. بصوا ادي الفراخ بتاعتنا زي الفل، وطعمها ان شاء الله هيكون زي شكلها بالظبط واحسن كمان. يا رب الحلقه بتاعتنا تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم بامر الله تعالى، ونسيبكم بخير ونشوفكم بخير ومع الف سلامه. مع السلامه.